حورية البحر أو النداحة زي ما بنقول عليها في تراثنا المصري، شخصية ساحرة تتجمع بين الجمال والرعب. جمالها الأخاذ بيوصفوه دايماً بأنه ساحر، بشعرها الأسود الطويل المتدفق على ظهرها زي نهر من الحرير، عينيها زي بحور عميقة من الغموض، فيها نظرة جذابة ممكن تسحر أي حد ما يخدش باله. بشرتها الشاحبة المضيئة بتضيف لمسة من السحر الغريب. النداحة دايماً بتظهر بفستان أبيض شفاف بيزيد من هيبتها الطيفية. ستوري تايم، صوتها هو أقوى سلاح عندها، نداء لحني ساحر ومخيف في نفس الوقت، بيدوي في الليل بيجذب الضحايا لمصيرهم المحتوم. ده غناء حقيقي بيوعد بالحب والراحة والهروب. حلاوة صوتها بتخفي نية الشريرة، بتجذب اللي ما يخدوش بالهم لأقرب حافة ماء، وهناك بيقابلوا نهايتهم الغرقانة. اللحن منوم مستحيل تقاومه، بيهمس بوعود بمتع لا توصف. شكل النداحة بيوصفه دايماً بأنه متغير، أحياناً بتظهر كامرأة كاملة وأحياناً تانية كخيط من الدخان أو ضوء متلألئ. الطبيعة دي بتزيد من غموضها وبتخلي وجودها أكثر إزعاجاً. هي كائن من عوالم غريبة بين الحقيقي والغير حقيقي، بين الأحياء والأموات. وجودها بيتحدى حدود الإدراك. جمالها فخ خطير وأجهة خادعة بتخفي طبيعة مفترسة. النداحة كائن ليلي، قوتها بتزيد بالظلام وسكون الماء. هي رمز لقوة المجهول المغرية، الخطر الجذاب اللي بيربط تحت سطح الهدوء. جمالها الساحر مجرد قناع بيخفي هدف أغمق. النداحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمياه، وخاصة نهر النيل والترع والمصارف اللي حواليه. بيقولوا إنها بتسكن في القصب والمستنقعات، ووجودها بيتميز بأوراق الأشجار المتساقطة وحركة الأمواج الخفيفة. الأماكن دي اللي دايماً بتكون مغطاة بالضباب والظلام بتوفر خلفية مثالية لظهورها. المياه نفسها بتصبح رمز للمجهول، بوابة لعالم آخر. القرى الريفية اللي موجودة على ضفاف النهر هي الأماكن الرئيسية لمواجهات النداحة. الجماعات دي الغنية بالتقاليد والحكايات الشعبية نقلوا حكايات النداحة عبر الأجيال. الحكايات دي بتكون تحذيرات بتذكر الناس بالأخطار الكامنة في الظلال. الحكايات بتترسخ في الذاكرة الثقافية. قرب القرى دي من المياه بيخلق شعور دائم بالضعف، تذكير بوجود النداحة المحتمل. أصوات النهر اليومية، حفيف القصب، نقيق الضفادع تدفق التيار، ممكن تأخذ طابع شرير، بتشير لوجود النداحة الخفي. المألوف بيصبح مزعج، يوغ خمنز. ارتباط النداحة بالمياه بيعزز علاقتها بالعالم غير المرئي. المياه رمز قوي للعقل الباطن، عالم الأحلام والرغبات الخفية. النداحة اللي بتظهر من الأعماق بتجسد المخاوف والقلق اللي موجود تحت سطح الأفكار الواعية. هي مظهر للمجهول، الطبيعة غير المتوقعة للحياة والموت. مملكتها هي عالم الظلال والهمسات. أسطورة النداحة لها تأثير نفسي قوي على سكان القرى الريفية. الخوف من مواجهتها، من الانجذاب للموت بصوتها الساحر، متأصل بعمق في النفس البشرية. الخوف ده بيشكل السلوكيات وبيعزز المحرمات الثقافية المتعلقة بالمياه خاصة في الليل. التهديد غير المرئي بيصبح وجود دائم. لكن جاذبية النداحة مش مبنية على الخوف بس، فيه نوع من الافتتان، فضول غريب بيحيط بيها. حكايات جمالها وصوتها الساحر بتخلق شعور بالرهبة والتعجب حتى وسط الرعب. هي بتمثل إغراء ممنوع، إغراء خطير. ازدواجية الخوف والافتتان بتزيد من قوتها الدائمة. النداحة بتجسد القلق وعدم اليقين اللي بيحيط بالموت والمجهول. وجودها بيكون تذكير بضعف الإنسان، بهشاشة الحياة. الخوف اللي بتسببه مش مجرد خوف من الأذى الجسدي، لكن خوف وجودي أعمق من المجهول، من اللي موجود وراء حجاب الموت. هي بتتجسد اللغز النهائي. بريك تايم زائها. حكايات النداحة
بتعمل كمان كشكل من أشكال التحكم الاجتماعي، خاصاً بالنسبة للنساء. الحكايات دايماً بتشدد على مخاطر الجمال والإغراء، بتحذر من القوة المدمرة المحتملة لجاذبية المرأة. النداحة بتصبح شخصية تحذيرية، تذكير بنتائج الخروج عن الأعراف الاجتماعية. هي بتجسد القلق المحيط بقوة المرأة. الجزء الرابع، مواجهات مع العالم الآخر، حكايات والشهادات. في قصص وشهادات كتير بتدور جوا المجتمعات المصرية بتحكي عن مواجهات مزعومة مع النداحة. الحكايات دي اللي بتتنقل عبر الأجيال دايماً بتتضمن أفراد بيدعوا إنهم سمعوا ندائها المخيف أو حتى شافوا شكلها الخاطف في ضوء القمر. الروايات دي رغم إن في ناس كتير بتعتبرها مجرد فولكلور أو خرافات، بتساهم في قوة الأسطورة الدائمة، بتوفر رابط ملموس مع العالم الآخر. بإحدى الروايات الشائعة بتتضمن صيادين راجعين بيوتهم متأخر بالليل، مراكبهم بتنزلق بالصمت على الماء. فجأة صوت ساحر بيدوي في السكون بيجذبهم ناحية القصب. بيحاولوا يقاوموا، عقولهم مغيمة باللحن الساحر. فقط بإرادة قوية أو تدخل إلهي بيقدروا يتحرروا من سحر النداحة ويهربوا من حضنها القاتل. الحكايات بتأكد على قوة إغراء النداحة. في قصة تانية متكررة بتتضمن شابات بيقربوا زيادة عن اللزوم من حافة المية، منجذبات بوعد النداحة بالجمال والحب. بينبهروا بالشكل الخيالي المنعكس في المية، وبعدين بيكتشفوا متأخر إن دي النداحة نفسها بتشير ليهم لمقابرهم المائية. القصص دي بتكون تحذيرات ضد الغرور ومخاطر الرغبات الجامحة، بتعزز التوقعات الاجتماعية المفروضة على النساء. الروايات الشخصية دي رغم إنها دايماً بتفتقر لأدلة ملموسة، لها وزن ثقافي كبير، بتعزز الاعتقاد بوجود النداحة وبتخلد الخوف والافتتان اللي بيحيط بيها. القصص بتصبح جزء من الذاكرة الجماعية، بتشكل التصورات وبتؤثر على السلوكيات، بتخلق تجربة مشتركة للخوارق. الجزء الخامس، أصداء ثقافية، رمزية وتأويلات وتمثيلات فنية. النداحة لها مكانة مهمة في الثقافة المصرية، بجسد تداخل معقد من الرمزية والتأويل. بتمثل قوة المجهول المغرية، جاذبية الممنوع، والتهديد الدائم بالموت. هي تذكير بهشاشة الحياة والتوازن غير المستقر بين العالم البشري والعالم الخارق. وجودها في الفولكلور بيعكس القلق وعدم اليقين اللي شكل المجتمع المصري لقرون. دايماً بيتم تفسير النداحة على إنها تجسيد لقوة الطبيعة الجامحة، رمز للقوى المدمرة اللي ممكن يطلقها نهر النيل. ارتباطها بالمياه بيعزز العلاقة دي، بيربطها بالفيضانات اللي بتعطي الحياة، لكنها ممكن تكون مدمرة كمان، واللي شكلت المشهد المصري. هي بتجسد الجوانب المغزية والمدمرة للطبيعة. في الأدب والفن تم تصوير النداحة بأشكال مختلفة بتعكس التأويلات المتطورة للأسطورة، من الهيروغليفية القديمة للوحات والقصائد الحديثة. بتستمر في إلهام الفنانين والكتاب، وبتمثل رمز قوي لقوة المرأة، ساحرة وخطيرة في نفس الوقت. صورتها ممكن نلاقيها في الأغاني الشعبية التقليدية، العروض المسرحية، وحتى السينما المعاصرة، وبتبرهن على وجودها الدائم في التعبير الثقافي المصري. هي مصدر إلهام للاستكشاف الإبداعي. صورة النداحة استخدمت كمان لاستكشاف مواضيع اجتماعية وسياسية، بتمثل مخاطر السلطة الجامحة والطبيعة المغرية للفساد. صوتها الجذاب ممكن يعتبر مجاز للوعود الفارغة لأصحاب السلطة اللي بيجذبوا اللي ما يخدوش بالهم لخرابهم. وجودها في الفن والأدب بيكون تذكير قوي بالحاجة لليقظة والتفكير النقدي، بتصبح رمز للنقد المجتمعي. الجزء السادس، تأملات حديثة، الوحدة والفقد والصدى الدائم للأسطورة. في الآونة الأخيرة تم إعادة تفسير أسطورة النداحة من منظور نفسي أكثر،
بعض العلماء والفنانين ما بيشوفوهاش مجرد رمز للخوف والإغراء، لكن كمان كتمثيل للوحدة والفقد والشوق للتواصل. نداءها المخيف ممكن يفسر على إنه صرخة استغاثة، محاولة يائسة لسد الفجوة بين الأحياء والأموات. المنظور الجديد ده بيضيف طبقة من التعقيد للفهم التقليدي للأسطورة. ارتباط النداحة بالمياه، العالم الرمزي للعقل الباطن، ممكن يعتبر انعكاس للأعماق الخفية للعاطفة البشرية. صوتها الجذاب بيصبح مجاز للأصوات الداخلية اللي بتطاردنا، همسات الندم والشوق والرغبات غير المحققة بتجسد الاضطراب العاطفي اللي ممكن يؤدي لتدمير الذات. وجود النداحة الدائم في الثقافة المصرية بيشير لصدى أعمق مع الحالة الإنسانية. قصتها بتتكلم عن مواضيع عالمية زي الإغراء والموت والبحث عن المعنى في عالم مليان بعدم يقين. الأسطورة بتستمر في التطور، بتتكيف مع السياقات الاجتماعية والثقافية المتغيرة مع الحفاظ على جوهرها الأساسي. بتفضل تذكير قوي بالقوة الدائمة لرواية القصص والحاجة الإنسانية للتعامل مع ألغاز الحياة والموت. تايم. استمرار أهمية النداحة في المجتمع الحديث بيشير إن القلق والمخاوف اللي بتمثلها لسه موجودة. الخوف من المجهول، جاذبية الممنوع، والصراع لإيجاد التواصل في عالم fragmented بيستمر في التأثير على الجمهور اليوم. أسطورة النداحة بتفسيراتها المختلفة بتوفر إطار لاستكشاف المشاعر المعقدة دي والتعامل مع الأسئلة الدائمة للوجود البشري. بتعمل كمرآة للنفس البشرية.